أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي زيارة رسمية إلى اليونان استمرت عدة ساعات عقد خلالها لقاءات مع كبار مسؤولين في أثينا. تم خلال المحادثات حث التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والدعم السياسي والاقتصادي لأوكرانيا. وسط حالة من التأهب الأمني المشدد، استقبلت أثينا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضمن جولته الأوروبية زيارة قصيرة لكنها تحمل رسائل مهمة حول الحرب وموقع اليونان داخل الدعم الأوروبي. السلطات اليونانية أعلنت حظرا شاملا لأي تجمعات في العاصمة، خطوة تعكس حجم القلق المصاحب للزيارة وأهميتها السياسية. مشهد قرأه متخصصون كرسالة مزدوجة، تضامن مع أوكرانيا في وجه الحرب وتأكيد على أن اليونان لاعب فاعل في ملفات الأمن والطاقة داخل القارة الأوروبية. للتعويض عن تدمير إنتاجنا على يد روسيا، فإن اتفاقيتنا مع اليونان اليوم تشكل جزءا مهما من حزمة الطاقة الكبيرة التي أعددناها لهذا الشتاء لتزويد أوكرانيا بالغاز، وستبدأ إمدادات الغاز في يناير. ومن المهم أن تنفذ اتفاقيتنا الأولى في الربع الأول، وهناك أيضا اتفاقيات طويلة الأجل. سيكون ذلك أقوى رد على محاولات روسيا تقويض الطاقة لدينا. وعلى طاولة المحادثات طرحت 3 ملفات أساسية: الدفاع والطاقة والدعم السياسي والاقتصادي. جوهر المباحثات ركز على استمرار الدعم الأوروبي لكييف وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي. وخلال المؤتمر الصحفي أعرب رئيس وزراء اليونان عن وقوف أثينا إلى جانب كييف والتضامن معها. من جانبه أشاد زيلينسكي بموقف اليونان منذ بداية الصراع، وتحدث عن استهداف محطات الطاقة في بلاده وأن الأمر يحتاج إلى دعم من الشركاء وإيقاف الحرب. وبين التجديد الأمني في الشوارع والمباحثات المغلقة حول ملفات الحرب والطاقة والأمن الأوروبي، تكتب أثينا فصلا جديدا في علاقتها مع كييف. الزيارة لا تغير موازين القتال، لكنها توضح شكل التحالفات الأوروبية ودور اليونان فيها. من أثينا، عبد الستار بركات، القاهرة الإخبارية. من جانبه قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس أن التعاون مع أوكرانيا سيدخل مرحلة جديدة. وأضاف أن دعم أوكرانيا بالطاقة سيجعل اليونان مركز إمداد لأوروبا، وسيعزز التعاون والتنسيق المشترك بين أثينا والدول الأوروبية في مقابل التوقف عن شراء الغاز الروسي. العلاقة بين بلدينا تتخذ الآن بعدا جديدا وحاسما. شريان طاقة آمن يمتد من الجنوب إلى الشمال ومن اليونان إلى أوكرانيا عبر ممر الطاقة الرأسي الناشئ وخط الربط بين ألكسندروبوليس وأوديسا، وهذا من شأنه أن يمنح أوكرانيا القدرة على الوصول الفوري إلى مصادر الطاقة المتنوعة والموثوقة، في حين تصبح اليونان مركز إمداد لأوروبا الوسطى والشرقية بالغاز الطبيعي المسال الأمريكي.